روج باش دیسا امو هون و چیروکا پندک کردی کرد بیجن وی پخپخوکی بارانه لتبه شاهد که چیروکای چی دبی دو زلام به هفر کار دکرن دوری جی خواه دوری ولات خواه چند ساله کی به هفرمان هوالی هف بون پشتی پرنی باش خوردان سر هف خواستن وگرن مالین خواه بريده رونشتن بهفره هيسان يكستندن لجيكي الفانجيا ايقد هورتا هردو باجاران دي هردو ولاتا ده دبي يك جوان تشاف لبري ايدن كت وگو هوالو دويق استبو كجم و اسپري تشتبستينم چما تيم بكوجه كوجبوت جبون پرا قد كارم نكوجه و پرا بستينه قونا اشخوي روجك بيت علمو مكربه دوي دميت گوارو نشتيبون باران دهات بله سر زمینه پخپخو که وی چید بون گوا باران دکوه سر زمینه ولو وک پخپخو که چید بون پشتی هوالی وی ناس کرگ وی بی کشتن گو هوالو وی پخپخو که باران التبه شاهد کنیا گوی چال مبب شاهد هوالی خو کشت پری وی راشته و چو چند سالک در باز بو لمال رونشتی البردوی دری باران چید باره زوستانه شو سردم زوستان بو بیرکای جیر گو چه هی چما تتکنه قلت اشتكتن اشخوت كن قونا دويك تبيج ديمك لولاتي بيانية تشخور الكتشك دي تبو يا جناتها بو وتتشتوي تين بيراخوا وتتكن قلت نكج مير يكج جن را زلام قلت كو والله تشيرو كامي يك دوسي ما هوالي خو كشتيه جبو برا جن نا اخوي تشتك نكو روج درباس بون يعني مه درباس بون روجا كج روجانا وكذي كتنافوان زلام لجنا خو خست قافال جنا خو خست جناوي رفيا چو دركت سرخاني و كر هوار گو هوار گندينو ورن گو زلامي me جبو پرا هوالي خواه كشت بفي هاوي پخپخوك باراني براستي ليبون شاهد بزمان عربي دبنچه يقول المثل الكردي ستشهد عليك فقاعات المطر يقال بأن رجلان كانا صديقان يعملان مع بعضهما البعض في مكان بعيد عن موطنهما أو مكانهما وبعد عدة سنين بعد أن جمعوا مبلغا من المال قررا العودة إلى بيوتهم في الطريق أخذوا استراحة أحدهم طمع بالآخر وقال له صديقي سوف أقتلك وآخذ النقود منك قال له لماذا تقتلني؟ قال لأجل النقود عندما أدرك المغدور الذي سيتم الغدر به بنية صديقه قال لماذا لا تأخذ النقود وتتركني وشأني؟ قال لا سيأتي يوم وسوف تعترف علي بذلك إذن يجب أن أقتلك. حينها الفصل كان شتاء والمطر يتساقط ويحدث فقاعات على الأرض فقال له صديقه ستشهد عليك فقاعات المطر. قتل صديقه وأخذ نقوده وعاد إلى بيته بعد عدة سنين وهو جالس في فصل الشتاء أمام البيت فينظر إلى المطر كيف يتساقط وكيف تحدث الفقاعات فأصبح يضحك. سألته زوجته عن سبب الضحك قال لا يوجد شيء. أصرت المرأة عليه وقالت له إذن هنالك فتاة في الغربة تعرفت عليها أو زوجة لك في الغربة وتتذكرها وتضحك. قال الموضوع ليس كذلك. أصرت عليه المرأة إلى أن اعترف بجريمته أمامها ومضت الأيام ربما الشهور. حدث خلاف بين الزوج والزوجة فقام الزوج بضرب زوجته لتذهب زوجته راكضة فوق سطح البيت وتصرخ وتقول يا أهل القرية إن زوجي قتل صديقه لأجل المال. بذلك بالفعل أصبحت فقاعات المطر شاهدة على جريمته النكراء. وهذه هي قصة المثل أفتشيروكا بندية وسباس جور.